أخذتك حقا يا ياقوت؟ هل أخذتك حقا؟ أنا آسف، ما كان يجدر بي أن أتفوه وأصبح كبغل مفزوع، غير أن صرير هذه الماكينة اللعينة يستنزف كل شيء بروحي. إنه يدمي قلبي، حيث إني لا أستطيع على عمل فصال واحد بهذا المقص، مقص شرم وشيطاني وصرير مخزن كسلف الدبابات عندما تعبر فوق سطوحنا فتبصق الرعب في نفوسنا، فتجعلنا نختبئ في جحور أمر خانقة. أنا ببلاهتي وأنت بكل هذا الخرس الذي يتك على عكاز واحد. وهذا مقص بنص حاد، مقص شره وشيطاني يشبه المقصرة المتعفشة. اليوم بدعوة من الهيئة الإدارية لفرقة مسرح قرقوش بغديدة حضرنا العرض المسرحي الجميل بعنوان قصة حب وثنية من إخراج الفنان المبدع حازم جلال ونخبة من فناني محافظة نينوى. الحقيقة استضافة الفنانين في مسرح قرقوش هو دليل على يعني الحب والسلام والمحبة بين مكونات محافظة نينوى وأيضا في بين المجتمع المثقف وفنانين نينوى. اليوم أنا جدا سعيد أن أرى هكذا عرض مسرحي يستضاف من مدينة الموصل إلى قرقوش، دليل على المحبة الموجودة بين أهالي بغديدة وأبناء مدينة الموصل وخاصة في الوسط الفني والثقافي. الحقيقة لاحظت اليوم يعني قبل اليوم أيضا هناك نشاطات كثيرة وكبيرة لفرقة مسرح قرقوش من خلال زيارات إلى المؤسسات الأكاديمية، كان لهم زيارة إلى كلية الفنون الجميلة وزيارات إلى أماكن أخرى في مركز مدينة الموصل. هذا دليل على أنه هناك رغبة كبيرة في مد الجسور والعلاقات الثقافية بين فناني محافظة نينوى وفناني بغديدة. أكيد نقابة الفنانين هي الداعم الأول لهكذا نشاطات ولهكذا فعاليات، ونتمنى كل التوفيق والموفقية والنجاح لفرقة مسرح قرقوش ولكل فناني بغديدة إن شاء الله. الفنان تحسين حداد نقيب الفنانين العراقيين فرع نينوى. لكن لا عليك، سأفصل لك ساقا جميلة كما وعدتك، وسوف نرحل من هذا المكان إلى الأبد. سوف نغادر هذا المكان أنا وأنت، وسوف نرقص. نعم، سوف نرقص ونرقص 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 ونرقص. ثقي، لا شيء يجبرني على هذا المكان سواك أنت، ومع هذا سأعمل لك ساقا جميلة يا ياقوت، ساقا جميلة. ماذا بك يا ياقوت؟ ماذا بك؟ أما زلت غاضبا؟ كنت أراهن مع نفسي إني باستطاعتي أن أمتص منك هذا الغضب. ياقوت، أما زلت تحلمين بأن يكون لك طفل بعمر الورد؟ ياقوت، لم لا أعمل لك طفل جميل يقاسم حياتنا فرحا وسرورا في هذا المكان الموحش، طفل يتقامز بين هذه الدول الجامدة كقرد المشاكس. ما هذا؟ أما زلت تعلمين بأن يكون لك طفل من هذا البغل المهدي أمامك، لكنني أقولها لك
ياقوت، لما لا أحكي لك حكايات جميلة، حكايات من ألف حدث وحدث. أوه، لما لا أحكي لك عن تلك الجزيرة، تلك الجزيرة التي لطالما حلمت أن أنقل بها، جزيرة فيها وطن من شموس لا تغيب، جزيرة كلها نهارات حتى فصولها كلها نهارات. إنها جزيرة جميلة جدا يا ياقوت، جميلة جدا. أعرف إنها أضغاث أحلام يا ياقوت، أضغاث أحلام. ياقوت، لم لا أحكي لك عن تلك الليلة التي حاولت الخروج بها من هذا المكان. في تلك الليلة الغائمة العاتمة صنعت هذا الحبل وتسلقت منه عبر تلك الفتحة النائية في السقف، ورأيت، يا هذا اللي ما رأيت يا ياقوت، هذا اللي ما رأيت، لكنني رأيته. نعم رأيته بأم عيني يا ياقوت، رأيته بأم عيني وهو يحفر بيده. كفى، رأيتهم جميعا كانوا خائفين، كانوا ناغطين، ربما كانوا يقرؤون التعاويذ على أنفسهم. رأيتهم جميعا في تلك الأقبية المجاورة لقبرنا، أقبية تشبه هذا القبر لكنها أكثر سرية وغموضا، أقبية كلها قرود عقيمة. أما فهو كان يقف في المنتصف، وعلى يمينه سياف مفزوع، وعلى يساره سمسار موتور. نادى أحد السماسرة بأن يفتح المزاد لبيع القرود، فأتى السمسار ونادى بأعلى صوته وقال: مساد يا سادة، قرد للبيع يا سادة، قرد للبيع، من يشتري؟ هذا قرد يجيد اللغات، وهذا قرد يغني، وأما هذه فهذه قردة للاستخدام الشخصي، وأما هذا فهذا قرد وليد يذكركم بطفولتكم التي انسلت منكم. من يفتح المزاد يا سادة؟ من يفتح المزاد؟ أنت. نعم أنت يا سيدي. نعم نقبل الشيكات، نعم والبيع بالآجل، نعم وبالماستركارد أيضا. هو بدون كفيل وبدون كفيل. كم هو مؤلم أن تسلم نفسك لسمسار موتور، وكم هو بغيض جدا أن تسلم آدميتك لقوات مأفون وابن أبيه. كان الكل يصفق ليبدأ المزاد،
دوري في هذه المسرحية قصة حب وثنية للكاتب الراحل سعد هذابي وإخراج الأستاذ المبدع حازم جلال. دوري أنه نحن في هذا الوضع الحالي كأن احنا باعتبارنا دمى في يد بعض من تجار الدماء وتجار الحروب والضغوطات النفسية التي يعانيها الإنسان في هذه المسرحية. فهذا تجسد واقع ولكن بطريقة غير مباشرة. واختبأت بين هذه القرود، كانوا يشبهونني تماما، بحيث لا أحد أن يفرق بيننا. أتى السمسار وقال: اعلنوا المزاد. قال لي أحد القرود، فانتظرت أنا من بين هذه القرود لعل أحد يشتريني ويبتاعني لأني سعدت العيش في هذا المكان. ناديت بأعلى صوتي: أنا قرد يا سادة، أنا قرد يا سادة، أنا قرد يا سادة، أنا قرد، أنا قرد، أنا قرد، أنا قرد، أنا قرد، أنا قرد يا سادة، أنا قرد وابن قرد وسليل أم قردية. نعم أنا قرد يا سادة، أجد اللغات، نعم، وأغني وأرقص، أغني وأرقص، أغني وأرقص، أغني وأرقص، 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 وأرقص. فلا أعرف بمعزة الطريق. ابكي يا ياقوت، ابكي، فلا يصل آدميتنا هذه سوى هذه الدموع. كنت على وشك أن أقضي على غايتي، كنت على وشك أن أقضي عليه بصميم قلبي، لولا إنه نظرني نظرة خبث، ثم ابتسم وضحك من أشدتين وصفق لي، فأدركت إنه قد كشف أمري، نادى السمسار وهمس بأذني ونظر إلي نظرة حقيقة بعد أن أصبحت عيناه نار من لهب. فأدركت إنه سيطردني، فهربت يا ياقوت، هربت حتى اختبأت في مقبرة حبنا. في تلك المقبرة لا يوجد فيها إلا أناس قد ماتوا في الحروب، ومنهم من مات مكتئبا، ومنهم من مات منتحرا. اقترب لي أحدهم وقال لي بلسان فصيح يبدو أنه كان كبيرا، قال لي: قل اقرأ ما جاء للصحف الأولين، اقرأ يا معيوف، اقرأ. معيوف، فقد كانوا يعرفون اسمي يا ياقوت، كانوا يعرفون اسمي. أتعلمين بإذنه؟ لأن كل شيء في هذا المكان كان باسم معيوف، في الصحف والمجلات، في الأضرحة والمساجد، حتى التوابيت التي كانت تأتي إلى هذا المكان كلها باسم معيوف. ياقوت، انظري جيدا، انظري إلى تلك الصحيفة، انظري إليها جيدا، لقد كتب عليها قصتنا أنا وأنت. نعم، أنا وأنت، قبل أن تفوضنا هذه الماكنة اللعينة من رحمها. أتسمعين؟ إنه قادم إلينا. أنا مطارد إلى ياقوت، مطارد إلى آخر حفيد، وربما سيقبض علي
وربما وربما ربما أدخل السجن، وربما أحال إلى المحكمة، وربما أعدم. لذلك يجب أن نرحل من هذا المكان، نرحل إلى الضفة الأخرى بحثا عن الحرية، عن الحرية يا ياقوت. ومن أجل ذلك سأعمل لك ساقا ونعبر أنا وأنت من هذا المكان. يجب أن نغادر هذا المكان، يجب أن نغادر. ما هذا يا ياقوت؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يا إلهي يا إلهي يا إلهي، كل ما أعمل على هذه الماكينة اللعينة ترتفع هذه البطن، فأتي بالمقص وأبطرها فلا أجد فيها إلا ولادات خيبات أمل. ألا تجزعين؟ ألا تخجلين من نفسك؟ دعي رحمك طاهرا نقيا نظيفا، ولا تفكر بشيء سوى الخروج من هذا المكان. أتوسل إليك يا ياقوت، أتوسل إليك، ساعديني، هيا ساعديني ونخرج من هذا المكان. هيا امسك بهذا الحبل، هيا يجب أن نرحل من هذا المكان، يجب أن نرحل من هذا المكان. هيا يا قطاع. لقد قطع الحبل يا ياقوت، لقد قطع الحبل يا ياقوت، قطع الحبل يا ياقوت. سأموت يا ياقوت، أما أنت ستبقين في هذا المكان، ستكونين امرأة متوشحة بالسواد، وسوف تبكين طوال حياتك حتى تكوني امرأة عمياء وخرساء وعرجاء. أما أنا سأرحل من هذا المكان، وقبل أن أرحل يجب أن أتخلص من هذا المقص اللعين، يجب أن أتخلص من هذا المقص. أنا الآن رجل عقيم، أنا الآن بلا مقص يا ياقوت. سأرحل من هذا المكان، ولكن قبل أن أرحل سأنتقم من هذه الدمى اللعينة، سأنتقم منها جميعا، سأنتقم منها. يجب أن أتخلص منها جميعا، يجب أن أتخلص منها وأن أرحل من هذا المكان، وأن أشتكي إلى الله، ما فعلت بنا خلقه. عرضنا اليوم في مدينة قرقوش بغديدة الحمدانية، عرضنا عمل مسرحي بعنوان قصة حب وثنية، سينوغرافيا وإخراج حازم جلال، تأليف الكاتب الراحل سعد هدابي، تمثيل قتيبة الطائي، مريم القيسي، محمد الطيب، عمر العراقي، يعني مجموعة من الفنانين النينوى. لاقى استحسان هذا العرض
الجمهور الحمدانية. أنا منذ القدم أقول جمهور الحمدانية جمهور خطير جدا، إنه متذوق للفن، متذوق للفن الراقي. وهذا العرض يكون العرض الرابع في مدينة قرقوش. عرضنا سابقا 3 عروض في جامعة الموصل في قسم النشاط المدرسي، وأيضا في كلية التربوية المفتوحة. واليوم أنا سعيد جدا عندما ألتقي بهكذا جمهور راقي جدا متذوق للفن وناقد ولديه عين ثاقبة يميز بين العمل الحقيقي والعمل الأجدر في أن يكون يستحق المشاهدة. شكرا لجمهور قرقوش، شكرا لهذه المدينة الجميلة، المدينة التاريخية، مدينة الفن والجمال والإبداع. المخرج حازم جلال.